تخيل كده وانت ماشي في الشارع تبص كده من بعيد تلاقي في حمامة واقفة على السور شكلها عادي وبريء. استنى كده، طب ما جايز الحمامة دي بتصورك يا معلم، أو جايز بتسجل تحركاتك، وجايز جدا إن هي شغالة مع CIA. الحمام الزاجل معروف من زمان ويلقب برجل البريد الطائر، استخدموه الرومان المسلمين والأوروبيين لحد الحرب العالمية. كل دول كانوا بيستخدموه في المراسلة، لكن قليل الأول اللي يعرف إن الحمام اتوظف كجاسوس. أيام الحرب العالمية التانية استخدمت دول زي بريطانيا وأمريكا آلاف الحمام لنقل الرسائل السرية والمواقع العسكرية بين الجنود، لدرجة إن كان في وحدة في بريطانيا اسمها بيجن سيرفيس. الوحدة دي كانت مهمتها خلال الحرب العالمية الأولى والتانية إن هي تدرب الحمام وتستخدمه في الجاسوسية. الوحدة دي وصلت في الحرب العالمية التانية إن هي كانت بتكون من 3150 جندي و54 ألف حمامة حربية، وساعتها كانت دي بتعتبر وسيلة اتصال غير قابلة للكشف محدش ممكن يشك فيها. الجيش الأمريكي كان بيستخدمه لإرسال أكتر من 90% من الرسائل المشفرة لجنوده على الجبهات. ولو رجعنا للخمسينات والستينات أيام الحرب الباردة كده لما كانت في البيكة مولعة، CIA هنا ابتدى يفكر في فكرة بره الصندوق، أو بمعنى أصح بره القفص. طبقا لتقرير اتسرب من CIA أطلق بروجكت اسمه CIA تاكانا، وكان هدف البروجكت ده تدريب الحمام على الطيران فوق مواقع العدو وتصوير المواقع الحساسة عن طريق كاميرات صغيرة بتتركب في جسم الحمامة وهي بتطير فوق مواقع العدو. زي ما بقول لك كده، قبل بقى الدرون والمسيرات والتكنولوجيا دي كلها كانوا بيدربوا على الحمام انه يطير من نقطة لنقطة ويطير فوق هدف معين، يلقط الصور ويرجع لقاعدته بسلام. بس الموضوع بقى ما وقفش عند الحرب الباردة. سنة 2008 السلطات الإيرانية أعلنت إن هي قبضت على جواسيس. طب فين هم؟ قال لك ده حمام ومتركب عليه ادوات تجسس. وسنه 2016 الهند قبضت على حمامه جايه من باكستان وكان في رجليها مربوط فيها رسائل مشفره، وهنا قررت السلطات الهنديه ان هي تحبس الحمامه دي لانها تعتبر مشتبه فيها. واخرها كانت سنه 2020 الهند برضو فضلت تقبض على حمام بيجي عن طريق باكستان متركب فيه ادوات تجسس. يعني الموضوع مش هزار، هنا في حكومات وشعوب بتتعامل مع الحمام انه درون طبيعي مش مخلوق خالص. فهل ده حقيقي بقى ولا مجرد تهويل؟ يعني هل في وقتنا هذا في ظل التكنولوجيا دي كلها الحمام بيستخدم في التجسس لحد النهارده؟ علميا ممكن، بس دلوقتي التكنولوجيا طبعا وفرت بدائل اسرع وانجز واحسن. لكن في المناطق اللي فيها صعوبه جغرافيه الحمام في المناطق دي لسه ليه استخدامه عشان عمر ما حد بيشك فيه. وبعدين الحمامه بيستخدموها زيها زي الاله، ما بتسالش، بتنفذ الأوامر، مش بتجادل، مش بتغبص على صاحبها. من واحنا صغيرين عارفين كلنا إن الحمام هو رمز السلام. هل فعلا الحمام هو رمز للسلام ولا عميلة مزدوجة؟ في النهاية كل كائن في العالم ممكن يكون مش أليف لما يوصل لإيد الإنسان الصح أو الغلط. في الآخر ما تنسيش اللايك، سبسكرايب، سلام.